مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو المره دي كنت انا بعمل حاجات في البيت، فقلت اقول لكم انا ابتديت تجهيزات رمضان. ابتديت تجهيزات رمضان، وعايزاكم انتوا كمان تبتدوا تجهيزات رمضان من دلوقتي. ليه؟ علشان ما ترهقوش نفسكم، لا كذا يعني جسديا ولا ماديا، ولا تحسوا ان انتوا مزنوقين ولا اي حاجه. بلس بقى ان كمان في حاجات فاكهه وخضار مبقوش موجودين في الصيف، وبنبقى مفتقدينهم جدا لانه بيخشوا كعناصر مهمه جدا جدا في حاجات كتيره جدا. فانا بعمل ده، قلت لازم اشارككم الموضوع ده واقول لكم، خصوصا الحاجات طعمها حلو جدا السنه دي، واسعارها الايام دي مناسبه جدا، وتقدر كلنا نشتريها ونحتفظ بيها. فيلا بينا على طول نبتدي الفيديو نشوف هنعمل ايه. بنوتات اللي قالوا لي عايزين فيديوهات عن زينه رمضان ومشتريات رمضان، اها ده اول فيديو في تجهيزات رمضان، واكيد قريب جدا هتلاقوني بعمل لكم فيديوهات عن تجهيز وافكار وزينه رمضان. فانتوا طلباتكم اوامر، ويلا بينا على طول نبتدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. واللي ما اشتركتش في القناه تنورني وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنتكلم فيها السبانخ. خلونا نتكلم في الخضار الاول وبعدين نبقى نتكلم في الفاكهه. السبانخ انا بالنسبه لي كانت يعني كلتها اخر سنتين، ما كنتش باكلها عمري كله. انا مشكلتي معاها وهي مطبوخه بالقوطه، انا باكلها بس على الحاجات المكرونه في حشوه معجنات كده، فبنبقى مفتقدينها جدا. ودي اوانها، وبصوا يعني جميله جدا، وسعرها ب5 جنيه الكيلو، فدي حاجه لطيفه جدا. انا طبعا مقطعه وشايله قبل كده، بس عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا تقطعوا بيها السبانخ بالمقص يا جماعه. كده تقصوا مثلا، تاخدوا مثلا كام واحده كده، وتبتدوا باللي تحت دول اللي هم بيترموا وتترك بس. خلاص نيجي بقى بنقطعها ازاي. عايزه اقول لكم طبعا دي حريه شخصيه، بس انا عايزه اقول لكم على الصح. كده كده السبانخ بتكش، تمام؟ فما تقطعوهاش صغير. انا بقطع كده الحجم ده، اوكي. ولما بخش على الورق ايدي بكبرها شويه، تبقى كده. يعني بلاش تقطعوها صغير. وعايزه اقول لكم انه انا ساعات بستخدمها في سلطات، بس طبعا دي تبقى لازم تبقى طازه. فانا هكمل تقطيعها واقول لكم هنعمل ايه. ده انا قطعتها الكميه كلها اللي انا هعملها، هحطها على النار من غير اي حاجه، هي هتنزل ميتها على النار من غير اي حاجه اهو، زي ما انتم شايفين هي هتنزل ميتها. وهشوف لما يكون شكلها ايه نشيلها بقى نزلت ازاي. خلاص كده مش محتاجه حاجه اكتر من كده، لازم اطفيه كده. خلاص طفينا على السبانخ. خدها بسرعه كده وهي سخنه، واروح نازله بيها في الطبق. ليه؟ عشان يعني حركه ممكن ما تعملوهاش، بس انا بقول لكم على الحاجه اللي تخلي الاكل كمان شكله حلو. احنا متفقين ان العين ايه بتاكل. الميه دي يا جماعه ميه ساقعه، لونها هيفضل اخضر. وطبعا الحركه دي بتعملوها لاي حاجه خضراء، بروكلي، الكوسه، الفاصوليا، اي حاجه خضراء. بصوا بقى اللون، بصوا بقى لونها عامل ازاي، لسه زي ما هي. تمام خلاص كده انا عملت اديتها الصدمه اللي انا عايزه اديها لها. كل اللي انا هعمله عايزه اجيبها بس جنبي هنا ثانيه واحده. تمام. كنت بجيب بس المصفى بتاع الحله عشان بس تبقوا انتم شايفين معايا اني مش عارفه اخدكم عند الحوض. فادي هي المصفى، طلعها خلاص واسيبها تنزل ميتها. وبعد ما تنزل ميتها تشيلوها في كيس، يعني ادوها ايه، اعملوا الحاجه وانتم مش مستعجلين الاخر يعني. ادوها وقتها.
طبعا زي ما انا بقول لكم ده هيوفر عليكم مجهود وفلوس كمان. يعني الواحد لما بيجيب حاجته على مرات بيبقى غير لما بيجيب الحاجة مرة واحدة. فانتوا كل ما تيجي تجيبوا اكلة مثلا هتجيبوا كيلو من حاجة، هاتوا 2 كيلو، كيلو يتشال وكيلو يتعمل. وعلى فكرة ده مش عشان رمضان بس، او مش عشان فاكهة موجودة وخضار موجود في الشتاء ومش هيبقى موجود في الصيف، لا، هو المفروض طول السنة اعملوا كده يعني. ولسه برضو انا هقول لكم في تجهيزات رمضان الحاجات اللي انا بعملها وعملتها استفدت وقلتها، انا بعملها، بنعمل كده طول السنة. ده بيوفر مجهود وبيخليني اعمل حاجات كتير، مش هبقى طول اليوم واقفة في المطبخ ومشغولة وكده، لا، شوف نفسي برضو واشوف حياتي. تمام. هنسيبها بقى تعمل، تنزل ميتها. واقول لكم على الحاجة التانية، من اكتر الاكلات المحببة الى نفس الواحد القلقاس، وطبعا هو ده برضو اوانه. الكيلو ب5 جنيه. انا كاتبه ورقه على فكره ما تلخبطش، وابقى بقول لكم الاسماء، بقول لكم الارقام بالظبط. قلقاس انا يعني دول بقالهم 10 ايام في الفريزر او اكتر. وطبعا انا شايله كميه كبيره جدا من القلقاس. وعايزه اقول لكم الطريقه دي، بصوا يعني قلت كويس ان انا وانا بصور ان هما انا كنت شايله، بصوا ابيض ازاي، لا هيسود ولا هيتعمل ولا اي حاجه. هنعمل ايه؟ هنقشره وهنغسله. هنغسله. انا ما اتحملش بصراحه ان احنا ناكل حاجه مش مغسوله. نغسله، هتقعدوا تغسلوه يعني، هتقشروه وتقطعوه مكعبات كده اهو. تمام. وبعدين هتقعدوا تغسلوه بايديكوا كده لغايه ما المزلقه اللي فيه تروح خالص. في اخر دور هتكونوا بتغسلوه فيها تروحوا عصرين ليمون بس، مش اكتر من كده، وتروحوا شايلينه اكلات. وانا بقول لكم شيلوا الاكلات صغيره، ولو احتاجتوا كميه طلعوا كيسين، بدل ما يبقى الكيس كميه كبيره ويكون ملوش لازمه. طبعا القلقاس بيتشال منه بقى كميات يعني زي ما انتوا عايزين وزي احتياجاتكم. السلق بتاعه انا عاملاه كده اهو. ده سلق وكزبره وتوم وزبده وشوحناهم على النار لغايه ما بقوا تمام، وبشيلهم في علبه زي ما انتوا شايفين اهو. حلو جدا وبيقعد فتره طويله جدا جدا. ولما بعوز على حسب الكميه باخد بالمعلقه، زي فكره كده ان احنا نشيل التوم شيلوا السلق برضو. فده بيوفر عليكم برضو مجهود ووقفه ملهاش لازمه. تمام. تعالوا نشوف بقى الحاجه اللي بعد كده اللي انا عايزه اقول لكم انها ضروري جدا تشيلوها. الموز يا جماعه من اساسيات حياتي وحاجه مهمه جدا، وهقول لكم ليه. الاول انا في فيديو كنت عاملاه لكم بتاع المشروبات، وكنت عامله لكم اللي هو الموز بالكاكاو، ووريتكم كنت مطلعاه من الفريزر عامل ازاي، لان في مشروبات لازم الموز يكون متلج ومحطوط في الفريزر علشان يديك القوام والمظبوط للوصفه. تمام. فالموز يعني ساعات، يعني هو بحالات، ساعات يبقى موجود في الصيف وساعات ما بيبقاش موجود. فالموز الايام دي ب6 جنيه. انا فاكره في اول السنه لما كنت بعمل اول الشتاء يعني في اللانش بوكس، نزلت اشتريت الكيلو مش فاكره ب24 جنيه او حاجه كده، كانوا 6 موزات تقريبا حاجه كده يعني. فدلوقتي ب6 جنيه. فدي حاجه لطيفه جدا ان احنا نقدر نجيبه ونشيله. الموز بيتشال ازاي؟ الموز بيتشال كده اهو زي ما هو، نقطع كده واحده واحده كده. واللي عايز يشوف حالته لما بيطلع من الفريزر يرجع للفيديو بتاع الموز بالكاكاو ويشوف هو كان عامل ازاي. بيطلع من جوه ابيض فله. ثم انتوا مش محتاجينه قوي ان هو يكون ابيض او مش ابيض. ليه؟ وايه فايده ان احنا نشيل الموز؟ الموز بيخش كل السموزي اللي في الحياه، كل العصاير الحلوه اللي في الحياه اللي هي ليها سمك يعني. اللي مش عارف السموزي لازم يكون اساسها موز. في الاكل مثلا في كيكات انا كنت بعملها لكم ما كانش بيبقى فيها دي، كان بيبقى فيها موز. الايس كريم الصحي اساسه موز. فالموز من الحاجات الحلوه جدا اللي بتخش في الف حاجه، لانه هو طعمه حلو ونشويات صحيه، وبعيدا عن الاكل الصحي حتى يعني هو لطيف جدا وحلو جدا. ومفيش عصير صدقوني بتشربوه في اي حته وتقولوا عليه واو السموزي تحديدا الا لازم يكون فيه موز. فالموز ده حاجه لازم تشيل، بس شيلوه كده زي ما هو، ما تجوش جنبه، وشيلوا الكميه اللي انتوا عايزينها.
بس بجد هينفعكم، وخصوصا في رمضان. في رمضان احنا بنبقى عايزين نعمل حاجات شقيه كده وحاجات جديده وحاجات حلوه وحاجات كده، يبقى الناس اللي بيزورونا يقولوا واو كده. فده هينفعنا جدا في عصاير رمضان كتغيير بقى عن الحاجات التقليديه وكده. هنعمل بقى حاجات جديده، فالموز هيكون اساس جدا جدا جدا. معشوقة الجماهير الفراولة. الفراولة طبعا السنة دي مش محتاجة اتكلم عنها، تقريبا مصر كلها شكرت في الفراولة السنة دي، كانت متميزة. الانتاج السنة دي بتاعها كان تحفة وكان حلو جدا. انا اول سنة ابقى باكل فراولة من غير اي تحليات، او كنت باكلها كده، من غير اي حاجة. الفراولة دلوقتي ب10 جنيه، وده سعر برضو حلو جدا. وخلي بالكم انها قربت تختفي من الاسواق، وابتدى هو بقى يطلع لها حاجات كده بيضه وكده. تمام، فنلحقها بقى دلوقتي بسرعه كده اهوت، لان انا طبعا دي كميه انا شايله قدها مرتين 3. لان الفراوله برضو من الحاجات اللي محببه لنا كلنا كعصير، برضو في وصفات الايس كريم اللي بتتعمل في البيت من غير مكن ولا حاجه، بيكون الفراوله انا اكتر طعم محبب ليا. هتحتاجوها طبعا. انا بشيلها كده كده كده، هي بتطلع مفرهده. وفي وصفه زمان عملتها لكم في اللي هي كان من حاجات الجرانولا، وكنت بوريكم ازاي تعملوا المربى الفريش. بتتعمل بالفراوله المتلجه، ما بيحطش عليها اي حاجه، هي فراوله متلجه وبذور الشيا. تمام. والفراوله ممكن تعملوها المربى دي هي والكريز والتوت. فالحقوا شيلوها لانها من الحاجات العظيمه. يعني انا بشيلها صيحه، وزي ما انتم عارفين اكيد من خلال الفيديوهات كلها ان انا ما بحبش السكينه تلمس كتير لا خضار ولا فاكهه. وهو ده الصحي، ان انت الفاكهه بتفقد حاجات كتيره جدا، وبالذات الحاجات الورقيه يعني. فاني طبعا الفراوله انا ما اعرفش حد ما بيحبش الفراوله. هتكون في رمضان كمان كعصير. تخيلوا كده معايا اللحظه دي، عصير متلج فراوله. يا سلام يا سلام. وجون. فالحقوا شيلوا الحاجات دي. اللي نفسه في حاجه بقى يشيلها، كل حاجه ممكن تتشيل. لو انتوا بتبقوا محتاجين مثلا زي كده فراوله وموز وسبانخ واعتقد ان القرع كمان بيتشيل على فكره. انا ما اعرفش القرع بيطلعش في الصيف ولا لا، اللي يعرف يقول لي. بس هينفعونا جدا في رمضان في العصاير وفي الحلويات وحاجات كتيره جدا. فواي نوت احنا هنستفيد. حاجه دلوقتي اسعارها حلوه جدا، فبدل ما تغلى او حاجه او تختفي، لان الفراوله خلاص، الفراوله يعني ناقص لها حاجه بسيطه وخلاص. تمام. الكلام دي حاجه طبعا ملهاش دعوه وموجوده طول السنه صيف وشتاء، بس انا بعمله كده. ده خضار مشكل، ينفع شوربه خضار، ينفع طاجن، ينفع اي حاجه. بشيله كده برضو متقطع، مش بعمل له اي حاجه، لا بنزله في حمامات ولا بسلقه نص سلقه ولا اي حاجه. بشيله كده اهوت، ما عدا البطاطس عشان ما تسودش. فبعمله كده اهوت، وبرده بعمله اكياس صغيره. عايزه كميه كبيره او عندي ناس كتيره بروح مطلعه كميات كبيره في العادي انا وماما، فهو كيس حلو. فبعمله كده وبحط عليه البطاطس في ساعتها وبس، وقشطه جدا. ما بضيعش وقت كبير قوي في المطبخ، حاجتي كلها دايما جاهزه. سبانخ اهي، بصوا بعد ما خلصنا خلاص. بصوا نزلت ميه قد ايه كده. تمام. دول انا هشيلهم في حاجه واحده، كيس واحد يعني. فاكرين في اول الفيديو كان شكله عامل ازاي؟ ده بقى نيجي نشيله.
طبعا كل الاكياس تبقوا تشيلوا منها الهواء. تمام. عشان لو محدش عنده الاكياس اللي بتفرغ الهواء اهي. وكده يكون كل الحاجات اللي احنا عملناها خلاص خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويا رب تلحقوا تجيبوا الحاجات دي قبل ما تختفي من السوق. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.